تروح حق واحد صهيوني وتطبعون معاه، تطبعون له كتاب صهيوني تطبعون معاه كتاب وهذا شوف الصهيوني، هذا الكتاب طابعته طابع المجلس التعاون الخليجي، مجلس الوطني للثقافة، تطبيع وتنفيع لليهود والصهاينة. لو يهودي عادي برا مو مشكلة، بس صهيوني هذا عميد في جامعة حيفا، عميد في جامعة حيفا، ولا مواقف سيئة في تأييد احتلال الجنوب اللبناني وضرب بيروت وعدوان على غزة وتدنيس المسجد الأقصى. هذا يوافق سياسة الأمير سمو الأمير ولا يعارضها تقول أنا ما أخالف سياسة؟ هذا كل اللي قاعد تسويه هذا شيء لا يمكن السكوت عنه. الموضوع أنت تقول النواب، قلت بلسانك النواب هدموا القيم الأصيلة. يا سلام يا أبو القيم الأصيلة، أنا الحين بعلمك شنو القيم الأصيلة اللي أنت تدعو لها اللي إحنا نهدمها. أنت حضرتك مفتتح المسرح العربي، هذه صورتك، مجلس الثقافة وكاشخ بالبشت بالمسرح العربي، وطابع مجلات طابعها بفلوسنا اللي حارمين الكويتية أم 200 دينار 300 دينار على 200 تروح تطبع مجلات فاخرة وياي فرق على شنو؟ أنا بسألك أول شيء، أنت تعرف مغربي ولا لا؟ التلفة بالمغربي شنو؟ إيش معنى التلفة بالمغربي؟ التلفة يعني تالفة، يعني نقط نقط. هذا التجاوزات المالية والإدارية، مالية فلوس، إدارية لأنها لم تخضع للرقابة. أتحداك أن في إجازة لهذا النص. والمسرحيات الثالثة هي 3 مسرحيات اللي شفناها، ليس إلا ومسرحية برج الوصيف. هذا المسرحية انعرضت في الكويت، حطها. ها استأذن الرئيس. هذا شو تحط فيها؟ الحكي اللي قلته؟ طيب لا فيها مع الأذان. لا إذا نفس الكلام هذا لا تحطه. لا هذا تدمير المجتمع، لازم هو يقول الحين تدمرون انتم القيم النبيلة ما شاء الله. اي بس في اذان يقول. لا فيها، لا فيها كلام. ما عندي هذا. يلا. هذا برج الوصيف، برج الوصيف المسرحية الثانية. حط برج الوصيف.